السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل بقى صينية كيكة كده بالقرفة. كيكة القرفة، يا سلام على جمالها. معايا ايه بقى؟ معلقة كبيرة قرفة بودر، باكو فانيليا، باكو بيكنج باودر، 2 بيضة، بس بيضتين مش أكتر من كده. مقادير بسيطة. ومعايا هنا نص كوباية زيت، كوباية لبن، لو عوزت ربع كوباية تاني مفيش أي مشكلة، أو نص كوباية تاني. هنا بقى معايا كوباية سكر. عايزة بقى تقللي السكر براحتك، بس هي كوباية بسم الله ما شاء الله بتخليها طعمها لا هي مسكرة ولا هي دلع، يعني مظبوطة. معايا بقى الدقيق هنا، دي كوباية، وادي كوباية كده، كوبايتين دقيق. ومعايا هنا كمان نص كوباية تاني، يعني كوبايتين ونص دقيق. وهنا معايا خل، هاخد حوالي معلقتين خل. الخل بجد بيوديها في حتة تانية، بيخلي كده لونها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وهشة كده وجميلة. هنا بقى هجيب الكبة الغلبانة بتاعتي دي وايه بقى يا ولاد الأصول، وهنحط ايه بسم الله السكر، كوباية السكر، وهننزل على السكر بنص كوباية الزيت. بسم الله نص كوباية بس. زيت تموين والله يا حبايبي، والله زيت تموين. عندك بقى زيت تموين، زيت ذرة، كله حلو، كله نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يديمها نعمة علينا وعليكم يا رب. نضربهم بقى كده ضربة كويسة. ضربنا كوباية السكر ونص كوباية الزيت مع بعض. هننزل بقى كده بالبيضتين. ايوه يا مريحة، صفي البيض كويس. صفي يا ولاد البيض كويس يا ولاد، ده البيض هي ب6 جنيه. ولسه يا ولاد هيغلى تاني في الشتا. بس هي مقاديرها بسيطة بجد وطعمها رهيبة. هننزل بقى على البيض بايه؟ بالفانيليا. بجد والله بجد، يعني صدقوني جربوها وبإذن الله تعجبكم، طعمها بجد رهيب. القرفة كده مدية الكيكة طعم جميلة بجد. مع كوباية الشاي بلبن كده انسي. هننزل بقى بمعلقة القرفة. معلقة كده تكون كده، معلقة كده، معلقة كبيرة ممسوحة، أو معلقة صغيرة متعرمة، يعني حاجة من الاتنين. أهم حاجة بس تكون كده حبة كده كويسين ايه، عشان هي كيكة القرفة. يعني ايه كيكة القرفة؟ يعني القرفة فيها بتبقى ما شاء الله ايه، يعني معتبرة كده وواضحة، باينة في الكيكة. هنا بقى هروح نازلة عليهم بايه؟ بكوباية اللبن. يبقى انا ضربت ايه؟ ضربت كوبايه السكر مع نص كوبايه الزيت، وبعد كده نزلت بالبيضتين والفانيليا، ورحت نازله عليهم بمعلقه القرفه، ورحت نازله عليهم بمعلقه اللبن. ننزل بقى بالدقيق. الدقيق ده طبعا انا نخلاه، انا نخلته قبل ما احطه. انخليه، لما تنخليه بيبقى على فكره نضيف كده وكويس. هننزل بقى بكوبايه تانية. بكده حطيت كوبايتين دقيق وعليهم النص كوبايه، يبقى كده كوبايتين ونص دقيق. وكيس البيكنج باودر، ننزل برضو على الدقيق. نجيب بقى معلقة الخل كده، ونحط معلقتين كده كويسين على البيكنج باودر. أول ما تنزلي بالبيكنج باودر تنزلي بالخل، بيديه بقى تفاعل كده ما حصلش. ونسيبهم حوالي كده دقيقة ولا دقيقتين يتفاعلوا كده عشان يبقوا ايه، كويسين. البيكنج باودر عليه معلقتين الخل، وتسيبهم كده حوالي دقيقة دقيقتين. بس هنضرب بقى الكلام ده تاني. هنا بقى احط بقى شوية ملح كده يعززوا بكده الطعم. بصوا، شوية ملح صغيرين، يعني اقل حتى من، مفيش اقل من ربع معلقة صغيرة. هنا بقى احتاج شوية لبن، رحت حاطة ربع كوباية لبن عليهم.
لو انت حاسه ان دي كتير وان هي تقيله، انزلي بكوبايه لبن، يعني بحبه لبن صغيرين على الكوبايه اللي احنا حاطينها. هنا بقى الصينيه بتاعتي بطنتها بحته سمنه، ونزلت عليها بحبه قرفه. انزلي بقى بالخليط بتاع كيكه القرفه يا جماعه. كيكه بجد بسم الله ما شاء الله. شايفه القوام؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لك، لو انت حطيتي كوبايه اللبن ولقيتيها تقيله وعايزه تاني لبن، حطي ربع كوبايه لبن تاني على كوبايتين ونص دقيق، وزي المقادير اللي انا عاملاها دي. بسم الله ما شاء الله تطلع معاكي ان شاء الله احلى كيكه باذن الله. هنا بقى انا مشغله الفرن طبعا قبليها اول ما بدات فيها شغلت الفرن تسخن كده وايه، وتبقى مستويه معايا وزي الفل. هنا بقى خرجتها من الفرن بعد ما بردت، وقطعتها بقى بصوا بكذا شكل. يعني هنا تقطيعه، وهنا تقطيعه، وهنا تقطيعه. بسم الله ما شاء الله بصوا عامله ازاي. بصوا سفنجه، انا حاسه ان انا مش ماسكه حاجه بجد. بجد رهيبة. جربوها وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. لو عجبك بقى تعملي ايه؟ تعملي لايك واشتراك في القناة عشان تنوريني يا ست الكل. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبك. مع الف سلامة، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.